الجواز مهم في حياة كل واحد مننا، وكلنا بندور على شريك الحياة المناسب، ومش بنلاقيه بسهولة، بس بنعمل اللي علينا وبندور عليه عن طريق قرايبنا أو في الشغل، أو بنشترك في جروبات للجواز بمقابل مادي. زمان بقى ما كانش فيه جروبات للجواز، فكان الموجود في الثلاثينات والأربعينات إعلانات الجرايد. كانت بعض الجرايد بتخصص مساحة لإعلانات الجواز، والنهاردة جايبين لكم أطرف وأغرب إعلانات الجواز زمان. إعلان منهم بيقول: أنا ألف جيم، أنا شاب مصري مسلم، السن 23، طويل القامة، مقبول الشكل، عصري ومرح، ومن أسرة معروفة، أعمل سكرتيرا لمصنع معروف، ثقافتي متوسطة، أحصل على راتب شهري قيمته 18 جنيها، أرغب بشدة في الزواج من فتاة تكون ثرية جدا وأمها متوفاة، بشرط أن تكون رائعة الجمال، وأنا غير مستعد لدفع مهر ولا شبكة. إعلان تاني بيقول: أنا ميم كاف، القاهرة، أنا شاب مصري مسلم، السن 38، طويل القامة، متزن، إيرادي السنوي من عملي الحر الثابت يزيد على 6000 جنيه، أرغب جدا في الزواج من فتاة أو سيدة من أسرة محترمة، وأنا مستقيم الخلق وحسن السير والسمعة، ويشترط في من تقبلني أن يكون لها أملاك، أو تكون ذات إيراد شهري ثابت أستثمر لها في أعمال مضمونة الربح. إعلان تالت بقى بيقول: أنا عين ميم شين، أنا شاب مصري مسلم، عمري 29 سنة، موظف بإحدى الشركات، ومرتبي 18 جنيها، سبق لي الزواج مرتين، توفيت زوجتي الأولى وأرغب في الانفصال عن الثانية، وأريد الزواج من سيدة مطلقة بشرط أن تدفع لي 20 جنيها، هي مؤخر صداق زوجتي التي أريد أن أطلقها، ويشترط أن تكون السيدة التي ترغب في الارتباط بي أن يكون لها إيراد لا يقل عن 15 جنيها شهريا، وأنا غير مستعد لدفع أي مهر. وبس كده، خلصت حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عايزين حلقات من النوع ده اكتبولي في التعليقات.